المؤلم مو إنك حبيتي تساعدي وتعطي وتكوني الداعم للناس، المؤلم إنك صدقتي إنه تعبك رح يغير شي فيهم. بس يلي بيضل يتكرر هو نفس الجملة، نفس الكلام، نفس الجرح، نفس الرد منهم كل مرة، بس بقصة جديدة، بس بنفس النهاية. وبتكتشفي بعد كل هالعطاء والدعم إنك كنتي عم تركضي بمكان ثابت، وإنه ما في شي تغير غيرك انتي اللي تعبتي، وانتي اللي انكسرتي شوي شوي وانجرح قلبك، فقدستي اشخاص وكبرتي وجعهم بقلبك، وحطيتي مشاعرهم قبل مشاعرك، وراحتهم قبل راحتك، واحساسهم قبل احساسك. والفرق انتي وين هلا، وين تعبك، وين قلبك، وين حقك تعيشي. في وقت من حياتك بتصيري مفكرة انك لازم تركضي، مو كرمال حالك بهالحياة، كرمال اشخاص بتحبيهم، بتخافي عليهم، بتقولي مصلحتهم معك وكرمالهم، فبتعطيهم وبتتحمليهم وبتسكتي وبتبرري كل شي بيصير وبينتج منهم، وبتصيري انتي اخر وحدة بتفكري فيها بحالك. وبتمشي هالسنين وبتعدي وانتي عم تشتغلي كرمال راحتهم، كرمال ما يتأذوا، كرمال ما يخسروا شي بالحياة، كرمال ما تنجرح مشاعرهم وينكسر قلبهم. بس بهالطريق انتي يلي بتخسري كتير.